السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مكرونة وبانيه، بس بانيه بطريقة جميلة وهتعجبكم وخفيفة. حطينا حبة سمنة على الجريل، والبانيه انا عاملاه متبلاه ببصل وطماطم وقرن فلفل، وحطيت عليه شوية فلفل اسود وملح. معلش لو الحتة دي ما جاتش عشان خاطر بتاع دوت قطع الفيديو. بصوا شايفين نزلتها على الجريل بعد ما سخن. اي ماده دهنيه، زيت، سمنه. طريقه سهله وتعجبكم جدا وخفيفه، وتغيير عن كل شويه بانيه مقلي او ستريبس، فنبعد شويه عن المقليات ونغير شويه ويبقى خفيف على المعده. قولوا لي يا حبايبي لو اي حاجه تاني عايزينها اعملها، او عندكم افكار قولوا لي عليها واعملها، نعلم بعض. اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي بيعجبكم في الاكل وايه التعليقات اللي مش عاجباكم، وايه رايكم في اكلي وتزويقي في الاكل. قولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي بعملها في التعليقات، بيعجبكم ايه اللي بعمله، ولو عايزين اي جديد قولوا لي عليه وانا اعمله لكم. وما تنسوناش في الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. طريقه جميله وسهله جدا، واخف من البانيه المقلي. هو طعم البانيه المقلي جميل، بس هو الواحد بيحب التغيير، لان انتوا عارفين مفيش غير بانيه وشيش طاووق و... ولحمه، فاحنا لازم نغير كده وننوع من الحاجه اللي بنعملها، والحمد لله على كل نعم ربنا. الطريقه دي خفيفه وجميله، انا قلت هعملها والاولاد مش هيحبوها، قلت لا عجبتهم جدا وجميله. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم، ولو حابين اي جديد. ومتنسوناش في الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم. لازم الواحد يغير كده وينوع في اكله ويجرب، والحاجه اللي ما يجربها وما عجبتوش ما يعملهاش تاني، والحاجه اللي يجربها وتعجبه وتعجب الاولاد يعملها مره واتنين. يعيش المعلم ويتعلم زي ما بيقولوا. بس اللي استوى مني اركنه على جنب. ماشي. بس كل ما الطاسه بتنشف معاكي، بس وطوا النار يعني، كل ما الطاسه تنشف معاكي حط لها شويه ميه مكرونه. بس انا خلصت كده المكرونه. خلي بالكم دي الطماطم دي اللي انا بحطها، الصلصه دي الطماطم اللي احنا فرزناها. انا كل شويه بفكركم واقول لكم جيبي كميه طماطم لما يكون سعرها بسيط وفرزيها بالطريقه اللي وريتها لكم في الفيديو. صدقوني هتسهل معاكم جدا جدا وجميله، ومش هتخليكم. تعالي نتكلم على الحته دي الاول. دي انا تتبيله الفراخ اللي بقت من البانيه، انا شلتها في حاجات بلاستيكيه كده وبحطها في الفريزر، على اساس لما بعمل بانيه تاني ما اعملش بصل تاني. شوفوا الطريقه دي هتعجبكم ولا لا، واللي عنده تعليق في اي حاجه يقول لي، نعلم بعض يا حبايبي. قولوا لي ايه رايكم في طريقتها جميله جدا، وعايزه اقول لكم طعمها فعلا روعه. قطعت رنشات خيار كده، بقدونس، نزين الطبق.
عشان انتوا عارفين يا حبايبي العين بتاكل قبل البق. شكله بيبقى روعة لما اقطع ترنشات خيار. منها برضو بتتاكل تفتح الشهية وتعمل الحموضة، ومنها برضو بتدي شكل حلو للطبق. قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، كل حاجة عندك في التلاجة ممكن تقطعيها، ما تقفيش على حاجة. اللهم صل على محمد. بص التزويق غير شكل الطبق خالص. بص شكل القطع جميلة جدا جدا جدا، ولو قطعتيها كده بالسكينة بتتهري معاكي. الطاسة على فكرة كده متبقاش محروقة، دي الطاسة ايه لازق فيها بس البصلاية بتاعت بصي شكل المكرونة روعة ازاي ومفلفلة. بصوا اللهم بارك. بصوا طبق البانيه، كل ده من نص كيلو بانيه ماشي، وبص نص كيلو مكرونة. اتعملت وجبة جميلة وخفيفة. ايه رأيكم يا حبايبي؟ اكتبوا لي في التعليقات تحبوا ايه جديد تعمله لكم، ولو انتوا عندكم جديد قولوا لي. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ايه رأيكم؟ بجد روعة، بجد روعة طعما وشكلا. واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم، تحبوا ايه جديد مني اعمله لكم. ودوسوا ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.